هؤلاء اشتدت عليهم الدنيا بصعابها المختلفة، تجردوا مما يميز الإنسان، يمشون ضائعين تائهين، رقدوا في مكان صاروا فيه بعيدا عن خانة العقلاء. مستشفى الرشاد حديث كل الأيام لتميز مرضاها، لكن حديث اليوم كان مختلفا، فالضوء وجه صوبها لإنعاش ساكنيها من خلال التأهيل. اكو تعاون من بقيه الدوائر هم يعني اكو دوائر مساعده دوائر البلديه، اكو دوائر من داخل الحشد الشعبي، فالاخوه اللي نخابرهم على تنسيق وعلى فزعه يعاونونا بهالخصوص هذا، يعني هي فزعه انسانيه ودنشوف اكو تعاون من جميع الجهات. قرابة 1500 مريض يرقدون هنا بردهات بلغ عددها 24. جدران المستشفى جميعها ستطلى، والركام والأنقاض والنفايات المحيطة بالمكان ستجمع وتختفي، وجزء من المرضى سينقل لمستشفيات أخرى بتوجيهات من رئيس الوزراء كي يغدو المكان لائقا مناسبا وحجم الحاجة. ماكو معوقات، إدارة المستشفى كانت مرحبة بفكرة مشاركة المجاهدين هيئة الحشد الشعبي، وأي عمل أي زون يصير به عمل يتم نقل المرضى بمكان آخر ونتعامل ونكمل العمل براحتنا وانسيابية. الجهد هنا يقدم بطريقة مشتركة من هيئة الحشد الشعبي وكل الجهات الحكومية والمدنية، بيد أن الحاجة تتمثل بزيادة عدد الفرق الطبية والعاملين على حسب أعداد المصابين. بين صراخ لا يهدأ مع الشكوى المستمرة ورعاية لا تتوقف، هي معركة الجنون في حضرة العقلاء، ورغم أن بعضهم قد لا يعود إلى جادة صوابه يبقى الواجب أكبر من المستحيل. هنا تتقاطع حكايات من أفلت عقله مع صبر من نذر نفسه لرعاية من لم تتحمله الأسرة والمجتمع. شروق الغانم، بغداد، العراقية الإخبارية.